وفاة الفنان عثمان محمد علي عن عمر يناهز 88 عاماً. رحل عن عالمنا الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان عن عمر يناهز 88 عاماً. وقال الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية في تصريحات للمصري اليوم إن الفنان رحل منذ قليل بشكل طبيعي. وقال إنه يتواصل مع الفنانة سلوى عثمان لمعرفة تفاصيل الجنازة والعزاء، ومن المقرر أن يعلن هذه التفاصيل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كانت الفنانة سلوى عثمان كشفت مؤخرا عن مشاركتها كضيف شرف خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية، قائلة: تحمست لقصة العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي ليت علامة اقتباس. وأضافت عثمان في تصريحات للمصري اليوم أنها تجسد شخصية والدة الفنانة بسمة داوود وحماة الفنان إسلام جمال، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية، مشددة على أنها لا تقبل بأي دور إلا إذا كان التعلم بتأثيره في الأحداث موضحة. أحاول الإضافة من خلال بصمتي الخاصة إن كان الضيف شرف علامة اقتباس. وعن موعد الجنازة والعزاء قالت سلوى عثمان إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء حتى هذه اللحظة، ولكن من المقرر تحديدهما قريبا. خلال مشواره الفني قدم الراحل أكثر من 250 عملا فنيا، أبرزها المشاركة في مسلسلات لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحج، متولي الباطنية، ورأفة الهجان. قبل عامين شارك الراحل في آخر أعماله الدرامية حينما ظهر في مسلسل حي السيدة زينب، وكان من المفترض أن يشارك بعده في مسلسل بابلو مع حسن ردادي. وبعد تصويره عددا من المشاهد أصيب بجلطة في المخ استدعت نقله إلى المستشفى، وظل بعدها لأشهر يتلقى العلاج الطبيعي، وهو ما دفعه للاعتذار عن عدم المشاركة في المسلسل.